اجمل كفته. بصوا اللهم صل على النبي، جوسي جدا. بصوا جوسي جدا 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 وطريه. بصوا الطراوه ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. شايفين من كيلو الا ربع ما شاء الله. شايفين عملنا قد ايه؟ نعمل اجمل اقتصادي. عندي 600 جرام لحمه بلدي او مستورده، مش هتفرق صدقيني، مش هتفرق. تعالي نعمل الاقتصادي بتاع ماما صفاء. بقدونس ورق بس. عندي 200 جرام دهن غنم او دوش مفرومين مع ورق البقدونس مفروم، بابريكا، فلفل اسمر، بهارات كفته، كزبره، جنزبيل. حلو الكلام، كلام جميل. 3 معالق دقيق، معلقتين نشا. 3 معالق دقيق، معلقتين نشا. خليكم ماشيين معايا بالطريقه دي. معلقه بيكنج باودر كبيره هتديكي هشاشه وطعم. انا بعمل معاكي الطريقه اللي بعملها في الفندق ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اقتصاديه وموفره. بصلتين متوسطين مضروبين في الكبه ومعصورين قوي من الميه. ماشي، حلو الكلام. خلاص كده. لا، معلقتين كاتشب ومعلقه وربع معلقه سكر وربع معلقه ملح، واضربي كل ده يا حبيبه قلبي في الكبه. ما تعجنيش بس، لازم تضربي. لو ضربتيه لو عجنتيه بس مش هيديكي النتيجه الهايله دي، مش هيديكي القوام الجميل ده. اعجنيه بعد ما تضربيه كمان في الكبه. عندي كمان ميه البصل، بس وانتي بتحطي في الكبه حبه حبه عشان الكبه ما تبوظ. عندي ميه البصل حطيتها معلقه كاتشب ومعلقه زيت، وصبعي بعد ساعه ما تحطيها في الثلاجه تسقع شويه. هتاكلي اجمل كفته اقتصاديه وهتوفري. وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. 600 جرام لحمه، 200 جرام دهون، هيدوكوا كيلو ونص كفته مع البصل والدقيق والايه والنشا. فرن ولع مسبقا على درجه حراره 200، شوايه وفرن، حته فحم بقى، وكلي اجمل كفته